الحاجة ام الاختراع. الموضوع يبدو كشتيمة بس هو مش شتيمة ولا حاجة. ثانية واحدة بس ننزل كده المايك ده كده عشان ايه اهو انا محتاج حاجة فبخترع دلوقتي يعني اهو انا بينزلش عن كده تقولش ما علينا. انا عايز اقول لك ايه من ورا فكره الحاجه ام الاختراع. ناس كتير بيبقى عندها طموح عالي قوي، منهم انا شخصيا. ناس كتير بتبقى عايزه توصل لمستوى نجاح معين او مستوى ثراء معين وبتحاول تعمل ده ايا كان، بتمشي بقى في الطرق صح، طرق غلط، طرق حلال، طرق حرام، طرق في الاتجاه اصلا الصح اللي هيوصلها لده او في الاتجاه الغلط، او هي مش بتبقاش عارفه اصلا الاتجاه الصح اللي هي تمشي فيه. بس مفيش شك بالذات كمان في المرحله العمريه من ما بين يعني 16 17 سنه لحد بقى 30 سنه بيبقى في رغبه شديده جدا في النجاح الكبير جدا، ودي حاجه الحقيقه دلوقتي بقت مبرره ومفهومه جدا. بالعكس دي ممكن كمان تكون ضروريه، لان الحياه العاديه اللي كانت بتبقى كافيه زمان دلوقتي للاسف ما بقتش كافيه. خلي بالك انا مش بقول لك ان هي ما بقتش كافيه علشان ابقى واحد من ضمن الناس الكتير قوي اللي بتتفه الحياة العادية او فكرة ان انت تبقى حد عادي بيشتغل من 9 ل 5 وبيعيش حياته راضي. لا عادي جدا، انت مش لازم تبقى سوبرمان. بس اللي عايز اقوله لك هنا ان الحياة دي هي كانت كافية ماديا زمان. يعني ابويا وابوك والناس الكبيرة لما كانت شغالة موظفين زمان ده كان كافي ان هم يعملوا بيت ويصرفوا علينا. لكن دلوقتي لو انت شغال موظف من 9 ل 5 بس، خاصة لو انت مش شغال في حتة كبيرة قوي بتديك فلوس كتير، ده مش هيبقى كافي نتيجة ظروف المعيشة اللي بقت صعبة او بقت اصعب من الاول كتير. يعني لو زمان كانت الوظيفة ممكن تجيب لك عربية او ممكن تجيب لك شقة صغيرة بعد ما تحوش شويتين، فانت دلوقتي مش هتعرف ولا تحوش شويتين ولا 3 ولا تجيب حاجة. انا مش جاي احبطك، انا جاي الفت نظرك لحاجة مهمة قوي. ايه هي بقى الحاجة المهمة دي؟ خلينا ندخل في الفيديو. بس قبل ما ندخل، لو انت بتحب النوع ده من الفيديوهات او لو انت اول مرة تشوفني على اليوتيوب، يا ريت تشترك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش. وخلينا نشوف بقى انا عايز منك النهارده ليه بدأت بان الحاجة ام الاختراع. بص يا صديقي، في مجهود مخفي لما تيجي تنجح في حياتك او لما تيجي تحاول تبقى حاجه كبيره قوي في الحياه او تغير حياتك او تعمل لها ابجريد. المجهود ده انت مش بتبقى واخد بالك منه ومش بتعمل حسابك عليه، ومفيش حد بيقول لك عليه، وطبيعي ما تاخدش بالك منه علشان المجهود ده ولا هو شغل زياده، ولا هو ان انت تطلع بره الكومفورت زون بتاعك، ولا هو ان انت تبقى كرييتيف وتعمل حاجه ما حصلتش، ولا هو الاستمراريه حتى اللي احنا دايما بنهاتي فيها ليل ونهار. مش اي حاجه انت سمعتها قبل كده، بس حاجه مهمه جدا وضروري تاخد بالك منها. طب ايه المجهود ده عباره عن ايه؟ هقول في نصيحة مهمة جدا بنسمعها دايما لأي حد بيبقى عايز يفتح بيزنس ومتسرع. النصيحة البديهية جدا لحد زي ده ان طيب ماشي، انت ممكن تشتغل موظف الاول شوية، تاخد خبرة وتحوش فلوس وبعدين تفتح البيزنس بتاعك. وعلى فكرة النصيحة دي صح جدا، هي مش غلط، علشان تبدأ تعمل خبرة، علشان تبدأ تشوف البيزنسز اللي انت هتبقى جزء منها كموظف بتشتغل ازاي، علشان لما تيجي تفتح البيزنس بتاعك تعرف تشغله. وبالذات كمان لو انت اصلا مش معاك راس مال كبير، فانت محتاج تشتغل موظف شوية او محتاج تشتغل اي حاجة كفريلانسر، تشتغل اي حاجه تجيب لك فلوس عشان تقدر تحوشها عشان تقدر تبدا البيزنس بتاعك، عشان مفيش بيزنس بيبتدي ببلاش. طيب احنا لو مشينا ورا النصيحه دي ايه اللي ممكن يحصل؟ اللي ممكن يحصل ان انت تشتغل موظف، وليكن اشتغلت موظف في شركه كويسه وبقيت تقبض مرتب معقول، مش محقق لك احلامك الرهيبه واحلام الثراء بتاعتك طبعا، لكن معقول. اتخرجت من الجامعه، انت ما كنتش بتعمل فلوس اصلا في الجامعه، او حتى لو كنت بتعمل من شغلانات فريلانس مثلا حاجات بسيطه، وبعدين اشتغلت موظف في شركه محترمه فبقيت تاخد مرتب معقول ما كنتش تاخده قبل كده. حسيت بالفلوس في ايدك، بقى معاك فلوس ما كانتش تبقى معاك قبل كده. ده ريحك شويه واداك فرصه ان انت تحوش شويه علشان تعرف تعمل البيزنس بتاعك، واداك فرصه كمان ان انت تتعلم في الشركه. بس عمل لك حاجه وحشه قوي لازم تبقى واخد بالك منها لو انت دي مش اقصى طموحاتك ان انت تشتغل في الشركه. عمل لك ستابيليتي او استقرار. هي دي حاجه وحشه ان هو عمل لك استقرار، هي تبدو حاجه جميله بس هي فيها جزء وحش لازم تبقى واخد بالك منه. لازم تبقى واخد بالك ان انت لما اتخرجت من الجامعه ولسه ما اشتغلتش موظف ما كانش حيلتك حاجه، ودي ميزه قبل ما تبقى عيب، ان when you have nothing you have nothing to lose. انت ما عندكش حاجه تخسرها فتقدر تجرب اي حاجه. ما انت هتخسر ايه؟ الريسك او المخاطره اللي الناس بتحسبها وهي داخله على المشاريع الكبيره او على الافعال الكبيره في حياتها مش موجوده عندك. كل كلام بقى عن اللي هو المخاطره المحسوبه والريسك المدروسه والحاجات الجميله دي مش موجوده، علشان ببساطه you have nothing you have nothing to lose. طب لما انت بقيت شغال في شركه كويسه وبتقبض مرتب معقول حتى لو هو مش كبير، انت دلوقتي لو جيت تفتح بيزنس هتعمل ايه؟ اول حاجه هتعملها ان انت تخسر الاستابيليتي او الاستقرار اللي انت اخدته من الشركه اللي انت قاعد فيها دلوقتي. طبعا لو قدرت تفتح بيزنس وانت قاعد في الشركه ده حاجه محترمه جدا وحاجه حلوه جدا، بس ما يعني صعب جدا يبقى في بيزنس شغال وانت بتكبره وانت اصلا شغال موظف من 9 ل 5 5 ايام او احيانا كمان 6 ايام في الاسبوع. لكن في العادي علشان بقى نفتح بيزنس
يعني بالاصول بجد ويكسب وتقدر تكبره وتقدر بقى توصل لاحلام الثراء بتاعتك دي، اقوى مجهود واكبر مجهود واتقل واحد فيهم، اتقل من سعيك ورا البيزنس ده، اتقل من ان انت تحوش له، اتقل من ان انت تدرس ليدرشيب سكيلز او ازاي تدير الناس، اتقل من ان انت تفضل مستمر عليه، اتقل من اي حاجه في الدنيا، هو المجهود بتاع ان انت تبقى قادر تاخد الريسك ان انت تخسر اللي بقى معاك دلوقتي. وكل ما هتوصل لحاجه اعلى في الحته اللي انت فيها، اللي انت فيها كموظف، كل ما هتبعد اكتر عن فكره ان انا ايه ده، هو انا هسيب كل ده؟ ايه ده، هو انا مش هقبض لي ايا كان اللي بيجي لي كل شهر؟ ايه ده، انا هستغنى عن كل ده مره واحده؟ طب ده انا اللي مش عارف كام الف جنيه اللي انا حوشتهم دول علشان البيزنس بتاعي، انا حوشتهم اصلا من مرتبي ده، انا مرتبي ده مش هيبقى عندي خلاص. يا معلم، ما هو انت اللي عايز كده. افتكر ان انت كنت عايز كده من الاول ولا انت مش عايز كده بجد؟ ففكره جمله الحاجه ام الاختراع دي دقيقه جدا. مغزاها ايه يعني الحاجه ام الاختراع دي؟ مغزاها ان انت لما هتحتاج قوي هتعمل ده، اما هتحتاج تفتح بيزنس قوي هتفتح البيزنس بتاعك. كل ما هتبقى محتاج لحاجه اكتر، كل ما هتعمل حاجات انت نفسك مش متوقعها من نفسك. هتسيب شغل بقى، هتسافر، هتفتح حاجات بريسك عالي قوي انت مش دارسه. مش بقول ان ده صح طبعا، بس بقول ان انت هيبقى عندك المقدره على ده. هتبقى عملت المجهود الصعب اللي انا بقول لك عليه، اللي هو فكره ان انت تسيب حاجه في ايدك علشان حاجه تانية اكبر. ما هي دي الريسك، هي دي المخاطره، بس ضروري تكون محسوبه بقى ساعتها. يعني لما تخلص المجهود الاصعب اللي هو الجزء الاصعب بتاع ان انا اسيب اللي في ايدي، او ان انا مش محتاج، طب اعمل ده ليه؟ انا عايز ابقى معايا مليون جنيه او مليون دولار او بس انا دلوقتي بيجي لي 20,000 جنيه مثلا يعني ما تمسكش في الرقم قوي. بيجي لي 20,000 جنيه وانا مرتاح او مش مرتاح، وانا مطمن ان هم كده كده هيجوا، مفيش بقى مخاطره ان هم ما يجوش او ان المشروع يفشل او الجو ده. هسيب ده؟ معقوله هسيب ال 20,000 جنيه علشان مليون حلوه، بس انا هجيبها بجد؟ ما انا مش عارف. لا، خليني في ال 20,000 جنيه احسن. بس انا لو مش بيجي لي ال 20,000 جنيه وما عنديش حاجه اخسرها، ما عنديش وظيفه اصلا او شغال موظف ب 3000 جنيه، هفكر نفس التفكير؟ مش هفكر نفس التفكير. وانا خسران ايه؟ انت خسران، انت عندك حاجه تخسرها. هو بالظبط كده. فالمجهود اللي انا عايز افكرك بيه لو انت عايز تعمل حاجه كبيره او لو انت عايز توصل لحلم كبير، المجهود اللي انت لازم تاخد بالك منه هو المجهود بتاع ان انت تبقى مصمم على حلمك ده، وتبقى بتعمل كل حاجه ضروري ان انت تعملها قبل ما تاخد الخطوه دي، زي ان انت تشتغل موظف لفتره لو انت حلمك ده ان انت تفتح بيزنس ليك. لكن في نفس الوقت تبقى عامل حسابك كويس قوي على المجهود الكبير ده، تبقى دايما بتفكر نفسك بحلمك او باللي انت عايز توصل له علشان تقدر تبذل المجهود بتاع ان انت تسيب المضمون علشان الحلم اللي مش مضمون. علشان بالمناسبة ما حدش بيوصل له غير كده، معلش. ما هو للأسف في 10 بياخدوا ريسك او بياخدوا مخاطرة، وممكن واحد منهم ينجح، ممكن، مش شرط. بس لو ما خدتش الريسك دي مستحيل توصل اللي انت عايزه. يعني مستحيل بقى، مستحيل، مفيش طريقة. بس علشان اكون منصف وعلشان احاول برضه انقلك وجهة نظري كلها الصراحة، ودي الطريقة اللي انا ماشي بيها لحد دلوقتي، في بيزنسز او في حاجات تقدر تعملها وانت شغال. يعني تقدر تاخد بقى الناحيتين مع بعض. يعني تقدر تاخد ناحية ان انت تبقى موظف ومش خايف ومش قلقان ومرتبك بيجيلك اخر الشهر، وفي نفس الوقت بتشتغل على حاجة تانية في ناحية تانية، زي الفيديوهات اللي انت بتتفرج عليها دي. الفيديوز اللي انت بتتفرج عليها دي او اي فيديوز تنزل على الانستجرام او على التيك توك، لو انت مش عامل لي فولو تقدر تعمل لي فولو. الفيديوز دي انا مش هقول لك بعملها في وقت فراغي، انا مش بعملها في وقت فراغي طبعا، انا بتفرج لها مخصوص، بس بتفرج لها بعد الشغل، بعد شغلي كموظف، لحد ما ابقى قادر اعتمد عليها كدخل كامل مش دخل اضافي، وساعتها مش هبقى مضطر اشتغل موظف. وهو ده بقى الحلم بتاعي، طبعا باختصار شديد جدا. يعني ممكن يكون اكبر من كده بكتير، بس انا اختصرته لك. فلو انت حد مش مستعد ان هو ياخد ريسك كبيره، وفي نفس الوقت مش مستعد ان هو يفضل على طول بعيد عن حلمه او ما ياخدوش، تقدر تشوف حاجه شبه كده. تقدر تشتغل فريلانسر ايا كانت ايه المهاره اللي انت تشتغلها، تقدر تعمل فيديوز، تبقى كونتنت كريتور، تقدر بعد الشغل تشوف تجاره تتاجر فيها، تعمل بيج اونلاين، تعمل ديزاينات وتبيعها، تعمل اي حاجه. في حاجات كتير تقدر تعملها كده لحد ما تبقى قادر تعتمد عليها، وده هيديك حريه اكتر بكتير من كونك موظف. وساعتها تقدر تاخد الخطوه الكبيره بتاعت ان انت تعمل بقى البيزنس بتاعك وتتحط على اول الطريق اللي انت عايزه. لو انت لسه معايا لحد دلوقتي، اعتقد ان الفيديو ممكن يكون عجبك، فيا ريت تعمل له لايك، ويا ريت كمان تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش لحد دلوقتي. وشكرا جدا ان انت اتفرجت كل ده، وبس كده. السلام عليكم.